درويش، انت يا درويش. ايه الدوشة دي على الصبح؟ عاوزة ايه؟ مالك ومالي؟ ما تصحى بقى يا درويش، الساعة بقت 10. وايه يعني؟ ما انت عارفة النهاردة الجمعة وما عنديش شغل. بس انا عندي شغل. عندك شغل؟ رايحة الديوان حضرتك؟ النهاردة القبض واتأخرتي على الصراف وخايفة لا يمشي من غير ما تقبضي. هو انت ما حوالكش غير القبض والفلوس والصرف؟ امال عاوزاني اتكلم في ايه؟ في الفساتين والموضة اللي مالكيش شغل غيرهم؟ ده انت طلباتك ما بتخلصش. انا يا درويش بطلب منك فساتين؟ نسيتي الفستان اللي جبتهولك السنة اللي فاتت؟ امتى؟ ده انت غلطت مرة وجبت لي فستان. ده انا ما عنديش غير الفستان اللي ماما جابتهولي الشهر اللي فات. ونسيتي الفستان الاسود اللي جبتهولك يوم ما ماتت بنت خالة مامتك؟ يعني كنت عاوزني اروح اعذب فستان اصفر يا درويش؟ ويا ريته كان سليم، الا كان مقطع وما عنديش غيره. يا درويش اعمل معروف، قفل على الموضوع ده وخليك ساكت. انا عاوز افهم دلوقتي، انت عاوزة مني ايه؟ تصحى علشان نوضب الأوضة وننضفها ونفتح الشبابيك دي، خلينا نغير هوا. بقول لك الساعة بقت 10. لا، اوعي تفتحي الشبابيك دلوقتي. عاوزة تغيري هوا الأوضة، تغيريه العصر ولا المغرب يكون أحسن. اشمعنى العصر ولا المغرب؟ دلوقتي الشمس حامية، ولو فتحت الشبابيك السجادة هيتغير لونها، ولو اتغير لونها هتدوب بسرعة، وأنا معيش فلوس عشان أجيب سجادة غيرها. فهمت يا سعاد؟ فهمت. ما أنا فاهمة من زمان، من يوم ما اتجوزتك وانت على ده الحال. هو أنا لسه هعرفك النهاردة؟ يا سعاد يا سعاد بلاش رغي، سيبيني أنام شوية وحياة أبوكي. تنام ازاي؟ الأولاد لسه ما فطروش لغاية دلوقتي، وأنا من الفجر بشتغل في البيت. أهو لسه بدري، الدنيا ما طارتش. بذمتك انت ما جوعتش؟ الأولاد عاوزين ياكلوا من بدري، وحضرتك بقى منبه ان مفيش حد يفطر لوحده. قال ايه؟ لازم كلنا نفطر مع بعض علشان الأكل يبقى مبروك ويتوفر. عشان الولاد يتعلموا النظام يا سعاد. علشان يتعلموا النظام ولا التوفير؟ هي دي الطريقة اللي عاوز توفر بيها؟ عاوز تفطر الساعة كام؟ طبعا زي أيام الجمعة اللي فاتت، نفطر الساعة 12 ونتغدى الساعة 8 بالليل، وبالطريقة دي نوفر العشاء، مش كده؟ كل ده عشان صحتنا وصحة الولاد. انت مش دايما بتشتكي من الحموضة اللي في المعدة؟ اهو ده سببه ان الانسان يتعشى وينام، لكن لما يبات من غير عشاء لا تجيله حموضة ولا يدفع فلوس للدكاترة ولا يشتري دواء. هو ده اللي يهمك يا درويش؟ انك ما تروحش عيادة دكتور وما تروحش أجزخانة وتصرف دواء وتدفع ثمنه؟ انا بس مش فاهم ليه الناس بتدور على باب تصرف فلوسها فيه. وانا مش فاهمة الناس ليه تحرم نفسها من كل حاجة علشان تحوش. الواحد يكون وسط، لا يحرم نفسه ولا يضيع فلوسه على الارض. والله انا كده يا سعاد. وانا كمان بقى ماليش دعوة. اسمع، انت ما كانش ليك جواز ابدا يا درويش. الله يجازيه ابوكي. يعني ايه بقى؟ اظن هو اللي راح واتحايل عليك علشان تتجوزني. طب دي حتى ماما ما كانتش موافقة. وهو رخر ما كانش موافق، بس ما كانش معاه فلوس. بتقول ايه؟ انت كنت عاوز تتجوز بنته وعاوز منه فلوس كمان؟ لو اداني الفلوس ما كنتش اتجوزت بنته، ما كنتش اتجوزت خالص. ابوكي كان مديون ليا بقرشين ما قدرش يدفعهم، وما كانش فيه امل انه هيدفعهم، وانا فلوسي ما تضيعش قدام عينيا وانا ساكت ابدا. يعني لازم تاخد حاجة قصاد فلوسك، مش كده؟ وما كانش قدامي حاجه غيرك، خدتك قصاد فلوسي. قلت لابوكي جوزني سعاد وانا اتنازل لك عن الدين. ما كانش قدامه غير كده، كان لازم يوافق. وانت فاهم ان ده جواز ده؟ طبعا جواز. مش جواز ليه؟ ده انا اتجوزت وخلصت بحقي. اظن مفيش في الدنيا احسن من كده. مش عاجبك الكلام ده يا استهانم؟ معلش، عاجبني انا. مش هنروح المشوار بتاعنا يا درويش؟ يا سيدي ما احنا رايحين اهو. طب ما تيجي نركب اتوبيس ولا ترماي؟ وعلى ايه؟ دي مسافة قصيرة ما تستاهلش الركوب يا صالح. ودي احنا بنتمشى واحدة واحدة لغاية ما نوصل. اي تسالي. نتمشى؟ عاوزنا نمشي من مصر القديمة لغاية شبرا البلد؟ وفيها ايه يا اخي؟ دي فرقة كعب. لسه هنستنى الترماي، ومين عارف يمكن يجي زحمة وما نعرفش نقعد، وهو وقوف بوقوف. ادي احنا ماشيين. هو انا ما قلتلكش؟ ما قلتليش على ايه؟ على حتة الارض اللي جنب الجنينة بتاعت المعلم سليم. مالها؟ عاوز يبيعها. دي لها قصة طويلة قوي، تعال احكي لك عليها واحنا ماشيين. لا 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 يا درويش، انا مش هقدر امشي ده كله. يا اخي تعالى، المشي احسن رياضة. امال انا محتفظ بصحتي لغاية دلوقتي ليه؟ من الرياضة ومن المشي. طب جرب المشي كده وانت بكرة تدعيلي توفر صحتك وتوفر فلوسك يا راجل. هو ده المهم. لا وحياتك يا صالح، انا ما قصديش كده. بقى انا همشي عشان اوفر اجرة الترماي ولا اجرة الاتوبيس؟ انت ماشي على مهلك ليه؟
مد شويه يا ابو صلاح. طب حاسب حاسب. يا راجل مد، ما تخافش، امال حاسب ايه؟ خلي قلبك جامد. العربيات جايه يا درويش واشاره المرور قافله. يا راجل العربيات لسه بعيد، تعالى. يا سيد انت وهو، انتوا عديتوا الطريق والاشاره مقفوله. يا شاويش ادي احنا عدينا وخلاص. مفيش حاجه اسمها خلاص. سلام عليكم يا شاويش، المسامح كريم. انا اقدر اسامح في حقي، بس معلش المره دي. انتوا عملتوا مخالفه ولازم تدفعوا الغرامه. عاجبك كده يا درويش؟ هي المخالفه دي هيدفع فيها كام؟ حاجه بسيطه، كل واحد فيكم 25 قرش. 25 قرش؟ هو احنا عملنا حاجه يا شاويش؟ خالفتوا قواعد المرور يا حضرة. يلا بينا. على فين يا شاويش؟ تدفعوا الغرامه في كشك المرور. يا عم لا خالفنا ولا عملنا، نرجع تاني مطرح ما جينا. يا سيد انت وهو، اهو انتوا دلوقتي خالفتوا قواعد المرور مرتين. يا شاويش احنا رجعنا تاني اهو. انتوا عديتوا الشارع والاشاره مقفوله، وعديتوا تاني والاشاره مقفوله برضه، تبقوا عملتوا مخالفتين، الغرامه 50 قرش لكل واحد. يلا ادفع يا سي درويش. لكن انا ما معيش فلوس خالص. بسيطه يا حضرة، هنعمل محضر وناخد عنوان السكن ونمره البطاقه العائليه. مش حضرتك متجوز؟ يوه ما تفكرنيش بقى يا شاويش، مش كفايه الزنقه اللي احنا فيها؟ طب تعالوا معايا دقيقه واحده، مش هعطلكم. ما كنا دفعنا يا درويش. ندفع ازاي بس يا صالح؟ مش كل اللي هيعملوه هياخدوا عنوان السكن ونمره البطاقه. ما هو لو ما دفعناش هتبقى فيها قضيه يا درويش. قضيه؟ مش يمكن يتحكم بالبراءه؟ يمكن القاضي يقول ما كانش شايف الاشاره، ما كانش واخد باله، اي حاجه يا اخي. بقى عاوز ندفع 50 قرش بسهوله كده؟ انت مش عارفني ولا ايه يا صالح؟ ده انا درويش يا صالح. لا عارفك، طول عمرك فنجري. مين؟ اهلا اتفضل، اهلا وسهلا. ايه يا سي درويش؟ مالك؟ هو جرى حاجه ولا ايه؟ سعاد مالها؟ سعاد كويسه خالص، دي حتى واقفه في المطبخ بتعمل شاي لنفسها. امال يا ابني دي بعتت بتقول انها عيانه. عيانه ازاي؟ دي كانت كويسه الصبح قبل ما اخرج، ورجعت لقيتها كويسه وهي اللي فاتحالي. اتفضل ادخل، اتفضل انا هنده لها حالا، اتفضل. ايه الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ ايه اللي عملتيه ده يا سعاد؟ ايه مالك؟ مش عاوزني اعمل كوبايه شاي اشربها مع الاسبرين؟ احنا في الشاي دلوقتي، تعالي اتفرجي على الورطه اللي وقعتينا فيها. ورطه ايه؟ ابوكي وصل وقعد في الصالون. يا خبر، ده انا نسيت. نسيتي ايه؟ مش تفهميني. فوزية اختي كانت هنا الصبح وقلت لها خلي بابا يفوت عليا. يعني ما يفوتش الا في وقت زي ده؟ معلش بقى يا درويش. معلش ازاي؟ لازم تخلصينا من الورطه دي، شوفي لك طريقه. هنغديه ايه؟ ما عندناش حاجه. اهو يتغدى اي حاجه يا درويش، ما تكبرش الموضوع. قلت لك مش ممكن يتغدى هنا ابدا. يا دي الكسوف. طب حاضر انا هتصرف يا درويش، انا رايحه له. هتقولي له ايه؟ مش تقولي لي بس تفهميني؟ يا اخي وانت مالك، انا هعرف شغلي. اهلا. ازيك يا سعاد؟ قلبي عندك يا بنتي. والله انا لما قالت لي فوزيه جيت على طول. وازاي ماما ما جاتش ليه؟ ماما تعبانه شويه يا سعاد، ما انت عارفه يا بنتي انها ما تقدرش تمشي. ده انا كنت جايه علشان اشوفها. تعرف يا بابا، لولا فوزيه جاتني النهارده كنت جيت لكم. اصلي عاوزه اشوف ماما، دي وحشتني قوي. ايه رايك تيجي معايا يا سعاد؟ ايه رايك يا درويش؟ خلاص يا سعاد، ما دام ماما عيانه يصح برضه تروحي تشوفيها. مش كده بالذمه يا ابني؟ والله يا عمي، والله دي لينا وحشتني خالص. طب ما تيجي معانا يا درويش علشان تشوف ماما. بس ايه؟ يلا بينا يا درويش، دي ماما هتفرح قوي لما نروح كلنا. قول لي يا بابا، هتغدينا ايه؟ اللي انتوا عاوزينه. ايه رايك تتغدوا سمك؟ اهو درويش بيحبه وانت كمان بتحبيه. مش كنا نتغدى هنا يا سعاد وبعدين نخرج؟ يلا بينا يا درويش، يلا ما تكسفش بابا. هو في فرق؟ ما هو ده بيتنا وده بيتنا. بتعمل ايه يا درويش؟ يا اخي بشوف التلفزيون بتاعنا، الصورة مش واضحة والصوت مش واضح. انت اللي بتشوفه؟ انت تعرف التلفزيون يا راجل؟ مش فيه ناس فنيين وناس متخصصين؟ ايه يعني؟ عاوزنا اصلحه عند الفنيين عشان ادفع الشيء الفلاني؟ امال انت اللي تصلحه؟ افتني العيب من الاريال، هظبطه دلوقتي واوضبه، وهتتفرج بقى يا عم على الصورة والصوت، هيكونوا زي الاول واحسن كمان. يا درويش طوعني، ادي العيش لخبازينه. عيش مين وخبازينه مين يا عم؟ امسك يا صالح، امسك السلم كده وناولني الشاكوش والمفك. هتعمل ايه؟ هفك المسامير واعدل الاريال. يا درويش مش كده. مش كده ازاي بس؟ امال عاوز ادفع فلوس؟ انا بعمل كل حاجه بايدي، جلدة حنفيه انا اللي اعملها، كرسي دولاب نمليه انا اللي اصلحه، مفيش نجار ولا سباك ولا كهربائي يدخل بيتنا ابدا. طبعا لانهم عايزين فلوس. وادفع فلوس ليه ما دام اقدر اعمل حاجتي بايدي؟ خد يا عم الشاكوش والمفك هم، واعمل اللي انت عايز تعمله.
اتعلم يا صالح اتعلم. طيب خلص يا درويش عشان عايز اقول لك على حاجه. حاجة ايه؟ ما تقول دي احنا بنتكلم وانا بشتغل. انت عارف القضيه بتاعت المرور؟ مش لما خالفنا المرور وعدينا الشارع مرتين؟ هي دي. ولا يهمك يا راجل، انا جاني الاعلان بتاعها اديته للمحامي. اصل انا عندي وما احبش ادفع القرش بالساهل ابدا. ايه وقال لك ايه المحامي؟ ابدا، طمني وقال لي مش هندفع ولا مليم. واديته كام؟ مرضيش اقل من 3 جنيه ابدا. طب ايه رايك بقى انه اتحكم علينا بالغرامه وخسرنا المصاريف؟ مش كان احسن ندفع من سكات؟ كان لازم تعاند. الله حاسب يا درويش، حاسب السلم هيقع. يا جنبي في حاجه يا درويش؟ جرالك حاجه يا درويش؟ يا جنبي انا تعبان قوي يا صالح. وريني كده يا درويش. في ايه يا صالح؟ في ايه مالك يا درويش؟ ايه اللي حصل يا صالح؟ درويش وقع يا سعاد. يا خبر ابيض، ده جنبه متعور خالص، ده لازم يتنقل المستشفى حالا. ازاي الحال يا دكتور؟ والله يا هانم الحالة كانت خطيرة، لكن دلوقتي أحسن بكتير. انا جيت هنا 3 مرات وكل ما اجي الاقيه نايم. كل ده من مصلحته، ما تخافيش. انا فين؟ عاوز اشرب. مش قلتلك صحته هتبقى أحسن؟ ازيك دلوقتي يا درويش؟ انت هنا يا سعاد؟ احنا فين؟ احنا في المستشفى يا درويش. نام يا درويش، ما تتكلمش كتير. اسمع كلام الدكتور وما تتكلمش يا درويش. ايه اللي جابني هنا يا سعاد؟ كلها يومين وترجع البيت، دي تعويرة بسيطة. مستشفى ايه دي يا سعاد؟ دي مستشفى الدكتور سامي. بتدفعي كام هنا؟ خلي الكلام ده بعدين يا درويش. لا لازم اعرف. حاجة بسيطة يا اخويا، 2 جنيه في اليوم. 2 جنيه؟ ومين اللي قالك تجيبيني هنا؟ يلا بينا، انا مروح، انا مش عاوز اتعالج، انا خفيت خلاص. ايه اللي عملته ده يا حضرتك؟ انت بوظت العملية خالص، الجرح اتفتح من جديد. انا عاوز اروح، انا ما استناش هنا ابدا. حياتك اغلى من الفلوس يا درويش. عاوز تروح علشان ايه؟ الفلوس مش كل حاجة. الإنسان ممكن يكون معتدل ويوفر، بس مش بالطريقة دي. التوفير إنك تصرف القرش الصحيح في مكانه المناسب. فلوس إيه يا سعاد؟ ده أنا راجل فنجري. استمعتم إلى أبو قطارة، تأليف حامد الدين. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أزهار شريف، حسن مصطفى، جمال إسماعيل، السيد منير، محمد الكردي.